شيع المئات من الشعراء والمثقفين والمواطنين المصريين جنازة الشاعر أحمد فؤاد نجم من مسجد الحسين ظهر اليوم. جدير بالذكر أن الشاعر أحمد فؤاد نجم أحد أهم شعراء العامية المصرية، ووافته المنية عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض. ولد الشاعر الكبير في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، ويعتبر أحد أهم شعراء العامية في مصر واسما بارزا في مجال الشعر العربي. سجن عدة مرات بسبب مواقفه من الحكومات المتعاقبة، ودخل في خلافات سياسية مع كبار المسؤولين في مصر. بكرة لما القمر يطلع والشمس تسطع فوق كل حاجة هتقولوا كان في المكان ده ناس فيهم طيابة، فيهم حماس، وفي الحماس بعضش عباطة، وكانوا آخر الأمر ناس، وكان زمانهم سجون، وكانوا ما بين سجون وأمريكان وبين ضباب الطريق حيارة ما حد قادر يشوف مكانه. هتقولوا كانوا وياما كانوا وياما شربوا وياما عانوا وياما جالهم وياما جيلهم دفع وكان الثمن أمانه. قبل 84 عاما من الآن، وتحديدا في 23 من شهر مايو من العام 1929، ولد أحمد فؤاد نجم بقرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وهو من سجن 18 عاما من عمره بسبب ثورية كلماته. جمعوا العشاق في سجن القلعة، يتجمعوا العشاق في باب القلب، والشمس والزنادل طالعة ومصر ومطلعة في الحل. عمل أحمد فؤاد نجم الذي كان قد نجح بتعليم نفسه مبادئ القراءة والكتابة بناء وترزيا وعامل إنشاءات ثم موزعا للبريد، وهو أيضا من دفعه رحيل والده وهو ما يزال بالسابعة من عمره للعيش 10 أعوام كاملة بملجأ أيتام بمدينة الزقازيق تزامل فيه والموهوب عبد الحليم حافظ ليخرج منه عام 1945 وعمره 17 عاما، عائدا لقريته للعمل فيها راعيا. يابا كلابها ديابة ديابة نازلين في الناس هم، واللي ينام في الغابة راح يتاكل هم، واللي يضير وشه في غمضة عين يتهم. في 27 من عمره وتحديدا في العام 1946 تمكن أحمد فؤاد نجم من إعطاء معاناته معنى بمشاركته عشرات الآلاف من المصريين بالمظاهرات الحاشدة التي تشكلت على إثرها اللجنة الوطنية العليا للطلبة والعمال، وهو من كان قد التقى قبلها بمدينة فايد بالإسماعيلية التي كان يحتلها الإنجليز بعمال المطابع الشيوعيين. اصفي يا مصر اصفي يا مصر، شدي هلالك هاتي النصر، قول يا مصر وعيش يا مصر، شق الدنيا وطول العصر. أحمد فؤاد نجم الذي عاد اكتشاف واقعه وواقع الكثيرين من المصريين المقهورين بالفقر والمرض والجهل بعد أن تعمقت رؤيته وتجربته بالرغم من عمله فلاحا لمدة 8 سنوات. هو من فاز وهو مسجون بمسابقة الكتاب الأول التي كان ينظمها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، مصدرا الديوان الأول له صور من الحياة والسجن، والذي كتبت مقدمته الراحلة سهير القلماوي. يا عبدي الودود يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا صحيح عسى الله تكون مليح وراقب للأمام. في حارة حوش آدم بمنطقة الجمالية بالعاصمة القاهرة تعرف أحمد فؤاد نجم على رفيق عمره الشيخ إمام، مشكلين ثنائيا نجح في تحفيز همم المصريين قديما ضد الاحتلال الإنجليزي، ثم ضد الدكتاتورية الحاكمة، ثم ضد غياب الوعي الشعبي، مؤلفا الكثير من الأغنيات المعبرة عن رفضه للظلم وحبه الفياض لمصر واستيعابه الكامل للواقع الأليم. أنا واخد قرار ما امشيش إلا لما أشوف الثوار على مقاعد السلطة في مصر عشان هم اللي يشيلون على كتافهم يوصلوني لمقر الأخير. أحمد فؤاد نجم الذي يرحل الآن عقب 84 عاما من العطاء الغزير هو من قال عنه الشاعر الفرنسي لويس أراغون أن فيه قوة تسقط الأسوار، واسمه أيضا الراحل الكبير الدكتور علي الراعي الشاعر البندقية، وهو أيضا الفاجومي الملتزم لسنوات طوال بقضايا الشعب والجماهير الكادحة ضد أي طبقة حاكمة فاسدة. ريم سمير، الحياة الآن.